كمبيوتر جيمر، الثمن مرتفع. لينوفو فكرت بكم. قررت شركة لينوفو الدخول إلى سوق حواسيب الجيمرز، وذلك من خلال إطلاق لينوفو ليجيون لعشاق الكمبيوترز جيمرز. واليوم سوف نتكلم على الواي 520. أولاً دعوني أتكلم لكم على خاصيات واي 520. التصميم شخصياً أعجبني لأنه ذو سمك 25.8 ملم، وإطاره من البلاستيك، ذو وزن لا يتجاوز 2.5 كيلوغرام، مما يسهل عليك التنقل به في كل مكان وكل زمان. السلام عليكم في كل زمان وكل مكان. أما المواصفات والخاصيات لهذا الوحش فأنا أنصحك أن تكون جالسا مكانك وبقربك كأس ماء وتستعد للمقابلة. لينوفو ليجيون واي 520 يأتي بمعالج i7 الجيل السابع 7700 HQ بسرعة 2.8 جيجا هرتز. انفيديا GTX 10050 Ti بذاكرة 4 جيجا بايت، الرام 8 جيجا بايت ويمكنها أن تصعد إلى 32 جيجا بايت. الستورج يأتي ب 1 تيرا جيجا بايت HDD بإمكانية إضافة ال SSD. أكيد هذه المواصفات والخاصيات التي تكلمت عليها الآن هي قابلة للتغيير وتبقى حسب الطلب والاختيار. أما الخاصية التي تأتي مع من المصنع فهي سماعة ستوريو هيرمان مع دولبي أوديو بريمير، شاشة 15.6 إنش فول HD مضادة للانعكاس مثبتة بإحكام حين فتح أو إغلاق الحاسوب، كيبورد مضيء باللون الأحمر وقابل للتعديل، بالإضافة إلى ماوس ملتي تاتش. أما إذا أخذنا سلوت أو البورت USB تايب سي، 2 USB 3 HDMI والكارد ريدر ل SD كارد. أما في الجهة الأخرى فنجد موصل الشحن RJ 45 للاتصال بالشبكات، USB 2 أوديو وميكروفون جاك وريسيت بين هول، بالإضافة إلى تسجيل مدى الحياة والذي ساعدني في إضافة فيديوهات المعاينة التي سوف نراها. يحتوي على مروحيتين صامتتين بدون تشويش، بالإضافة إلى أنك يمكن التحكم بهما أثناء اللعب لمردودية قوية. تحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة ولكن تصل إلى 4 ساعات، غير أني استعملتها في اللعب فتصل إلى ساعة. كان هذا فيما يخص الخصائص والمميزات لينوفو ليجيون واي 520. والآن سوف ننتقل إلى الأهم وهو اختبار هذا الوحش. ابقوا معي. أول شيء وهو برنامج البنش مارك الذي سوف يعاين هذا الحاسوب بكل دقة وبكل تفاصيل لمعرفة قوته، وكما تلاحظون فلا توجد أي مشاكل على الإطلاق. أيضا اخترت لعبتي المفضلة GTA 5 لمعاينة هذا الحاسوب، والصدمة كانت قوية لأنك سوف تلعب بتقنيات Full HD 60 FPS بدون تعثر بدون مشاكل كما تلاحظون على شاشتكم. وأيضا دون نسيان Resident Evil 7. كما قمت باختبار بعض الألعاب أخرى ليس الكثير منها ولكن كانت ذو مردودية قوية، ليس هناك تعثرات، ليس هناك مشاكل، الجودة كانت عالية جدا. وبما أنني صانع الفيديوهات فقد اختبرت برنامجي المفضل Adobe Premiere Pro، والصراحة كانت المردودية في المستوى، فببضع دقائق الفيديو أصبح جاهزا. أما النقطة الإيجابية الأخرى فهو عندما تم ربطها بشاشة 4K فقد تم تفعيلها بدون مشاكل، يعني أنك سوف تلعب بدقة 4K واستخدام البرامج التي تستعملها بدقة 4K أيضا. إذا كانت هذه معاينة واختبار قوة هذا الحاسوب، وأتمنى أني قد قربتكم قليلا من لينوفو واي 520. كخلاصة لينوفو واي 520 فهو حاسوب جيد. أما بالنسبة للنقط السلبية فأرى أنها قليلة بالمقارنة بالنقط الإيجابية، وشخصيا أعجبني وأظن أنني سوف أقوم باستبدال حاسوبي قريبا. أما بالنسبة للثمن فأرى أنه مناسب ابتداء من 13,990 درهما بهذه المواصفات التي يمكنك تعديلها حسب الطلب والاختيار، وسيكون متوفرا في الأسواق ابتداء من ماي 2017 في المتاجر فيرجين، فناك وبيست مارك. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، فإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك بقناتي والضغط على لايك ومشاركته مع أصدقائكم إن أعجبكم. أما إذا كانت لديكم مجموعة من التساؤلات حول هذا الوحش فلا تبخلون علينا بها في تعليق أسفل الفيديو. إلى هنا أضرب لكم موعدا الحلقة مقبلة. تلو فريوسكم، سلام.